السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد دائما. كيف ما شفتوا اليوم جبت لكم بطبوط معمر كيجي ولا اروع، رطب وخفيف. يعني ما تشبعوش منه صراحة. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقتي في تحضير البطبوط وتستافدوا منه ان شاء الله. كيجي ولا اروع. بسم الله على بركة الله. كنحتاجوا 2 زلايف ديال الدقيق، من الاحسن يكون نوعيه جيده. زلافه ديال الفينو، انا هنايا ما كانش عندي الفينو صراحه، درت غير سميده رقيقه ديال الحرشه. عندي معلقه كبيره ديال الخماره ديال العجين، عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وواحد ربع كاس ديال الزيت وما دافي باش غادي نجمع العجين. كيف ما شفتوا بدايه درت واحد الحفيره في وسط الدقيق، درت فيها هذيك الخماره مع سنيده وخلطتهم بشويه الماء دافي باش يتفاعلوا. درت هذيك المليحه وزدت الزيت وبديت نجمع العجين ديالي بالماء دافي شويه بشويه حتى تلمت لي العجينه. والعجينه نخليوها شي شويه هكا طريه، ما تكونش قاصحه بزاف، وندلكوها شي شويه يعني باش يعني يكون عندنا البطبوط ديالنا ناجح. ما غاديش ندلكوها بزاف، غير شي شويه، وغادي ندهنوها بشويه ديال الزيت ونديروها في واحد الكيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح على ما نوجدوا الحشوه ديالنا. الصراحه هاد العجينه هذه يعني معتمده عندي في البطبوط، كتجي رائعه جدا. صافي هنايا غادي الحشوه خديت واحد 2 بصلات مشلضين، درتهم هكا في زويته وخليتهم يتشحروا مع شويه ديال الملحه باش دغيا كتهبط لينا هذيك البصله. صافي من بعد ما هبطات شي شويه ضفت عليها خز محكوك، تقريبا واحد 4 ديال الخزويات صغارين ولا 3 هكا يكونوا كبار شويه. صافي ضفت عليهم صدر ديال اللدان كان عندي هكا في المجمد، قطعته هكا مربعات صغيره. والحشوه كتبقى اختياريه دائما وعلى حسب اللي موجود عندكم في البيت. ممكن تضيفوا قرعه محكوكه ولا فلفل مقطع، وممكن تعوضوا لداند بالكفته او الطون ديال المطيشه، حتى هو كيجي رائع في هذه الوصفه هذه. نديروه اخر شيء من بعد ما طفيو على الحشوه. صافي هنايا خليت كل شيء يتشحروا مزيان، ضفت شويه ديال القزبر ومعدنوس، ضفت التوابل، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال التحميره. عفوا يعني ما نكثروش التوابل بزاف باش ما تجيناش هكا ديك الحشوه يعني مره بالتوابل. نديرو غير شويه شويه من الحاجه ونخليوهم اخر حاجه باش ما يتحرقوش. صافي هنايا من بعد ما تشحروا لي هذوك يعني المكونات مع بعضياتهم، ضفت في الاخير كاع يعني ملي ضفت على الحشوه ضفت عليها واحد 3 ديال الفرماجات هكا، الفرماج مثلث عادي، ممكن تعوضوه بالفرماج احمر محكوك. صافي وخليت الحشوه تبرد، يعني ضروري ما تبرد تماما باش نعمروا بها الخبيزات ديالنا. هنايا من بعد خديت هذيك العجينه من بعد ما ارتاحت، حاولت انني ندهن يديا شويه بالزيت وهكا درت منها كويرات على حسب الخبيزات اللي غادي ندير. بحال كنديروا المسمن، يعني كنديروا كل كويره بحديتها هكا، يعني تكونوا كويرات صغار لان البطبوط غادي يجي صغيور. صافي هنايا انا خرجت لي العجينه تقريبا 11 ديال البطبوطات. كيف ما شفتوا نحاولوا نقدوهم ونديرهم بشكل يكون متساوي، ونخليو هكا الكويرات ديالنا يرتاحوا شي شويه، ونبديو نعمروهم بالحشوه اللي سبقنا وطيبنا. صافي الحشوه ديالنا من بعد ما بردات كناخذوا واحد المهم واحد الحاجه فاش غادي نقرصوا البطبوط ديالنا. هنايا كنقرص بسميده رقيقه. الا استعملتوا الفينو ديروا الفينو، انا غير ما كانش عندي متواجد داكشي علاش درت سميده رقيقه. وصافي بديت نسرح هكا الخبيزات ديالي، نسرحوهم مزيان في الجوانب ونخليو هكا الوسط شي شويه هكا عالي، يعني باش يشد لنا الحشوه مزيان. والجوانب نحاولوا اننا نرقوهم حيت غادي نجمعوهم، يعني باش ما تجيناش البلاصه ديالهم فاش جمعنا العجين تجينا مدقصه ولا شي حاجه. صافي ونحاولوا نقرصوا الخبيزه ديالنا عادي هكا بالاستعانه ديال الفينو او ديال السميده الرقيقه. وصافي غادي ندير معكم حبه ثانيه باش تشوفوا. كيف ما شفتوا كنحاول انني نرقق الجوانب باش ملي نجمعهم ما يجونيش هكا يعني العجينه كثيره في ديك الجهه.
ولو انا كنرش هكايا سميده اولا الفينو، ونحاول انني نقرص الخبيزه ديالي ونعطيها الشكل دائري كيف ما شفتوا. صافي بنفس الطريقه غادي ندير كاع الخبيزات اللي عندي. نحاول دائما نرقق الجوانب ونخلي الوسط شي شويه هكا العجينه يعني تكون عاليه شي شويه باش تشد لنا الحشوه مزيان، ما تقطع لناش العجينه ويبقى لنا الحشوه هكا تبان. صافي كيف ما شفتوا بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. عاد نبدي نطيب الخبيزات ديالي بين ما يكونوا ارتاحوا شي شويه، وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما شفتوا. هنايا جبت المقيله اللي غادي نطيب فيها البطبوط ديالي. ممكن تستعملوا غير المقله الثقيله ديال وجده اللي كندير فيها الحرشه، او مقيله ديال الطفال ولا اللي بغيتو. هنايا نخليو المقيله ديالنا تسخن، ضروري ما تسخن المقله. وعاد نبديو نحطوا الخبيزات ديالنا هكا ونحاولوا اننا نقادوهم بيدينا بلا ما ندركوا على العجينه، باش هكا ما تبقى يعني باش ما يجيناش البطبوط ديالنا لاصق ومدقس. يعني كنرخفوا يدينا ونحاولوا اننا نسرحوا غير شويه باش نقادوا الشكل ديالهم فقط. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما حاولت انني نقاد لهم الشكل ديالهم، صافي نبقى هكا نراقبهم شويه بشويه. ملي نشوف يعني تحمروا شي شويه من التحت غادي نقلبهم مباشره، يعني ما نخليهمش حتى يطيبوا 100%. عاد نقلبوهم غير نشوفوهم هكا بداو يتحمروا شي شويه، نقلبوهم باش هكا يجونا يعني مهويين من الداخل وصافي، ويجونا منفوخين وخاويين. صافي هنايا غادي نستمر هكا كنراقب مره باش نشوف الخبزات ديالي واش بداو يتحمروا. كنقلبهم وصافي عاوتاني غير يبدي يتحمر الوجه ديالهم الثاني نولي نقلبهم على الوجه الاول باش يزيد يكمل الطياب ديالهم. مره هكا كندورهم في الجوانب باش يعني يتحمروا بسرعه، وكاع الجوانب يعني يتحمروا. كيف ما شفتوا بداو يتحمروا لي الخبيزات، يعني خداو يعني داك اللون يعني محمر زوين. نحاولوا اننا نحمروهم من كل الجوانب باش ما يبقالناش بلاصه يعني بيضاء وبلاصه محمره. صافي كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديالهم ديال الخبيزات ديالنا، كيجيو غزالين صراحه. نتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه هذه، كيجيو رائعين، رطب وخفاف ولذاذ بزاف. ممكن انكم ديروهم هكا بحال الكوتي مع اتاي، يعني كيكون به كوتي به عشاء، ولا كديروهم هكا العشاء يعني بحال عشاء خفيف كيصلحوا لرمضان في الفطور ديال رمضان. يعني كذلك كيجيو رائعين. وكل واحد مهم انكم تجربوهم ان شاء الله، راه كيصلحوا حتى للغداء على شله كيجيو رائعين. وصافي حبيباتي غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نطيب الخبيزات ديالي ونحاول انني نقابلهم هكا باش يجوا يعني محمرين من كل الجوانب، يعني ما يتحرقوا ما والو، وما نخليوهمش يعني بويض. كنحاولوا نحمروهم مزيان، ومره كنقلبوهم وكندوروهم باش يتحمروا كيف قلت من جميع الجوانب. وراهم ساهلين في التحضير، كيوجدوا بسرعه يعني. وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي ديال البطبوط ديالنا، كيجي ولا اروع الصراحه. ما نشكروش لكم، راه باين غير من يعني الوجه ديالو. نتمنى انكم تجربوا حبيباتي وتشجعوني بالتعليقات، وتبارطاجوا لا فيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده وتشجعوني اكثر حبيباتي. ولكم جزيل الشكر، ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناه وبارطاجوا لا فيديو. ولكم جزيل الشكر، والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.